افضل شويه. 6 اهداف لابو تريكه السنه دي في الدوري، 5 اهداف لخالد بيبو في الدوري. كره ترجع ورا لعاطف عبد الرحمن على الارض لعلاء نوح. حسين شكري تتقطع من سيد عبد الحفيظ، تروح لابراهيم سعيد تاني على الارض لخالد بيبو، ابتدى يروح ناحيه اليمين خالد بيبو، وادي رضا شحاته حلوه قوي لجilberto، والعرضيه من جilberto. مفيش حد مكمل خالص، مفيش حد مكمل خالص. هنا بقى الوضع التكتيكي السليم ان لعيب من النادي الاهلي يروح ناحيه العارضه القريبه، كان يقطع الكره دي قبل ما تعدي لاي مدافع من الترسانه، ولعيب يروح عند العارضه البعيده. بصوا بقى الكره هي ما بتتعد، مين اللي يروح عند العارضه القريبه؟ مفيش حد، مفيش حد. كان قطع بقى في العارضه القريبه. مين عند العارضه البعيده؟ مفيش حد. اول لعيب كان جاي من الخلف للامام كان خالد بيبو. ادي الكره العرضيه وادي الهدف، وادي الهدف على طول. حسام غالي، يا سلام يا حسام، والله مميز في ضربات الراس حسام غالي. يا سلام يا حسام يا غالي، حلوه 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 حلوه، ملعوبه جميله جدا، وبالارتفاع القاتل اللي لسه بكلم حضراتكم عليه. اسلوب جديد بينفذ بيه النادي الاهلي كل الضربات الثابته النهارده، وبيلعبها بارتفاع قاتل جميل جدا على دماغ حسام غالي، بيحط جول حلو حلو حلو. حسام غالي بيجيب هدفه الاولاني للنادي الاهلي الموسم دوت في الدوري، ولكن 3 اهداف لحسام غالي بنفس هذا الاسلوب. كان جايب جول في شباب بلوزداد في دوري. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.